بالنسبة لموضوع النوم على البطن للرضع، يا دكتور بنتي كانت بالعناية أول ما ولدتها وكنت أشوفهم ينومون الأطفال بالعناية على بطنهم. طب عايز أقول لك على حاجة، العناية حاجة أو الحضانة حاجة والبيت حاجة تانية. طيب في العناية بينيموا البيبي على بطنهم، خلي بالك إن العناية فيها تمريض على طول بيمر على الحالات هي والطبيب. تاني حاجة إن في حاجة اسمها كير في الرعاية بتعمل تقريبا كل ساعتين لتلاتة على العيان. تالت حاجة إن إحنا بنقيس العلامات الحيوية للطفل اللي في العناية تقريبا كل ساعة، ولو العيان يعني خطر شوية أو حالته صعبة شوية بيبقى أقل من ساعة. رابع حاجة ودي أهم واحدة، إن أي عيان في الرعاية بيتوصل على حاجة اسمها مونيتور. إيه المونيتور ده يا جماعة؟ جهاز كده بيتحط على الإيد بيقيس العلامات الحيوية للطفل، طبعا منهم الضغط برضه. خلاص بيبقى في جهاز ضغط كده مربوط عليه على طول وعليه. لو الطفل نسبة الأكسجين عنده قلت بنسبة بسيطة بتلاقي الموتور دوت عمل صوت تي 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 تي، الأصوات اللي بتسمعوها في الرعاية. لو الضغط قل كذلك، لو النبض عالي كذلك. بل بالعكس كمان في بعض الرعايات أو الحضانات حاجة اسمها سنترال ستيشن، أو إن الدكتور كمان هو قاعد بره شايف شاشة كمبيوتر فيها العلامات الحيوية بتاعت كل طفل. فلو الطفل حتى نسبة الأكسجين قلت سنة، لو ضربات القلب زادت سنه، كل ده على طول الجهاز بيحسه وبيدي الارمات كتير قوي تقول للتمريض تعالى بسرعه او للدكتور تعالى بسرعه. فلو في العنايه كانوا نايمين طفلك على بطنه ما تخافيش، لو هي بعد الشر هيحصل حاجه فعلى طول هيدي الارمات. فاحنا ما بنقلقش لو هو في الرعايه، لان احنا اي تغير في العلامات الحيويه احنا بنتابعه. لكن في البيت هتعرفي ازاي؟ الطفل ما بيعرفش لسه ولا حاسس، ممكن يتخنق، ممكن يحصل له اي حاجه وفجاه نقوم نلاقيه بعد الشر متوفي. فالرعايه حاجه او الحضانه حاجه والبيت حاجه تانية خالص. شكرا.